ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في المباراة الأولى من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. نهائي قبل الأوان ومباراة الموسم بالنسبة للفريقين، خاصة بالنسبة للفريق الملكي الذي خسر سباق الدوري ولم يبقى له سوى الفوز بدوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ الموسم. في مقطع اليوم سنتكلم عن غيابات الفريقين ونقاط قوة وضعف كل فريق، وفي الفقرة الأخيرة سنتوقع من سيكون الطرف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في مانشستر سيتي سيغيب ناتانيان آكي بداعي الإصابة. آكي كان مصابا في السابق وعاد ليشارك في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام فريق ليدز، لكنه شعر بآلام وخرج في الشوط الثاني. أما نجم الفريق الأول كيفن دي بروين فقد عاد للتدريب مع الفريق وشارك في بضعة دقائق أمام فريق ليدز، لذلك فقد يشارك أساسيا أمام ريال مدريد بنسبة كبيرة. أما في ريال مدريد فيغيب الظهير الأيسر فيرلان ماندي بداعي الإصابة، بالإضافة لغياب ميليتاو الذي يغيب بداعي الإيقاف إثر تلقيه بطاقة صفراء أمام تشيلسي في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يمتلك هجوما فتاكا وحاسما بقيادة كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور الثنائي الرهيب، بالإضافة لرودريغو الذي تطور جدا هذا الموسم، وحتى البديل أسينسيو أصبح يسجل الكثير من الأهداف. ريال مدريد يحب الاعتماد على السرعة والضرب بالهجمات المعاكسة. من بين أهم نقاط قوة ريال مدريد أنه لديه خبرة كبيرة ويعرف جيدا كيف يسير المباراة ويتحكم جيدا بأطوار ومجريات اللقاء. أما السيتي فقد تغير أسلوبه هذا الموسم وأصبح فريقا أكثر واقعية، لا يندفع كليا نحو الهجوم. نقاط قوة مانشستر سيتي كثيرة جدا، فهو فريق متكامل. أولا وأهم شيء، مانشستر سيتي يجيد الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، إضافة إلى ذلك وجود هداف رائع يدمر الشباك يدعى إيرلينغ هالاند. دفاعيا أيضا فقد تحسن رجال المدرب بيب غوارديولا كثيرا مقارنة مع الموسم الماضي، خاصة بعد مشاركة ستونز كمدافع وهمي يساعد رودري على افتكاك الكرة. من الصعب جدا إيجاد نقاط ضعف في فريقين كبيرين مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي. نقاط الضعف في كلا الفريقين متشابهة جدا وقليلة. أرى أن الظهير الأيسر والظهير الأيمن يشكلان ضعفا حقيقيا لكلا الفريقين، وخاصة السيتي في ظل غياب آكي. نقطة ضعف وتشابه أخرى في كلا الفريقين وهي بطء لاعبي وسط الميدان في نقل الهجمة للمهاجمين، فكل من غوندوغان وكروس اعتزلا مع المنتخب الألماني وكبيرين في السن. ما عدا ذلك فكلا الفريقين قويين جدا. في الموسم الماضي توقعت تأهل ريال مدريد على حساب السيتي، بينما كان الجميع يرشح مانشستر سيتي، لكن في هذا الموسم التوقع صعب جدا، فكلا الفريقين جيدين ويمران بفترة رائعة. السيتي الذي استعاد الصدارة واقترب من حسم الدوري الإنجليزي، وريال مدريد الذي فاز بكأس الملك مؤخرا أمام فريق أوساسونا في النهائي. شخصيا أتوقع أن ريال مدريد قادر على التأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي على حساب رجال المدرب بيب غوارديولا. أما توقعي الشخصي لهذه المباراة أتوقع أن تنتهي بالتعادل بهدفين لمثلهما. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقطع. إلى اللقاء.